اول حل لجأوا له وهو ان انا السكر هو اللي بيسبب المشكله دي، فانا هقطع السكر خالص وابتدي اكل اكل قليل السكر عالي الدهون. فابتدوا ياكلوا البيشنتس بتاعتهم بتوعهم او العيانين بتوعهم اكل عالي الدهون متوسط البروتين وقليل السكر او منعدم السكر خالص. بيبقى فيه بس مشكله صغيره ان في عيانين معينين من عيانين من مرضى السكر ما ينفعش معاهم النظام ده خالص، لان طبعا في حاجه اسمها الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس، دي طبعا حاجات طبيه يعني مش هنتطرق ليها كتير، ولكن الجسم لازم يكون بيفرز انسولين بس بنسبه معينه. فالعيانين اللي جسمهم ما بيفرزش انسولين نهائي، اللي عندهم زيرو انسولين، دول بيبقى عندهم مشكله ان هم ما ينفعش يمشوا على الكيتوجينيك دايت، لان بيخشوا في مشاكل تانية بعد كده. ابتدوا يمشوا العيانين على الكيتوجينيك دايت، ابتدوا ياكلوهم دهون، جبن صفراء، دهون حيوانيه، اللارد دوت او الجي دي اللي هي سوري اللي هي يعني بتاعت الخروف والكلام ده. فكانوا بياكلوهم يعني بيدوهم سعراتهم من الكلام دوت، وبيدوهم البروتينات عادي، البروتينات من البيض ومن اللحوم ومن البقول والحاجات دي عادي خالص. لكن طبعا البقول والاكلات اللي فيها سكر عامه بيبتدوا يقللوها خالص على قد ما يقدروا. فكان معظم الاكل بيبقى حيواني خلاص، يا اما الدهون الحيوانيه والبروتينات الحيوانيه. اكتشفوا ان العيانين ابتدوا يتحسنوا بصوره كبيره جدا. المشاكل والاعراض الجانبيه والاعراض المزمنه اللي ابتدت تزيد جدا بسبب مرض السكري ابتدت تختفي تماما بالنسبه للعيانين اللي ابتدى يحصل لهم العلاج ده. فطبعا كان الموضوع مبشر جدا للدكاتره، وابتدوا يعني يتبنوا الكيتوجينيك دايت بصوره كبيره. طبعا الكيتوجينيك دايت كان ليه مساوئ كبيره، ان انت هو دايت حرماني، والدايتات الحرمانيه عامه بيبقى ليها مشاكل، ان انت ما تقدرش تدي العيانين الياف كافيه، فبتبتدي يحصل لهم مشاكل في الجهاز الهضمي. ما بيبقاش عندهم الباول موفمنت او حركه الامعاء ما بتبقاش احسن حاجه، لان ما فيش الياف بصوره كافيه في الاكل بتاعهم. ابتدى يبقى عندهم زياده سنه في الكوليسترول بتاع الجسم، لان هم طبعا كانوا معتمدين اعتماد تام على البروتينات الحيوانيه، ودي كانت بتزود الكوليسترول اللي في الدم، وكان بيدخلنا في مشاكل تانية. ومن هنا ابتدوا يفكروا في بدائل تانية للكيتوجينيك دايت. وابتدى من هنا دكتور عبقري ابتدى يفكر ان هو يستخلص الانسولين من الخيول الاول، من دم الخيول، ياخد الانسولين ويبتدي يحقنه في العيانين اللي عندهم مشاكل في السكر. وابتدى فعلا يحصل تطور عالي جدا في الحالات، وابتدى يحصل ان السكر في الدم بيقل جدا. ومن هنا ابتدى موضوع ان انا بدي انسولين، وابتدى اختراع دواء الانسولين في الجسم. فتاريخ الكيتوجينيك دايت هو تاريخ مرتبط ارتباط تام بمرض السكر. وفي مرض تاني كان مرتبط بيه، وده برضو اكتشفوه بالصدفة يعني، وهم بيعالجوا مريض من مرضى السكر بالكيتوجينيك دايت. كان المريض ده عنده صرع او عنده بؤر كهربية زيادة قوي في المخ. لقوا ان المخ لما بيستهلك الاجسام الكيتونية بيبقى عنده قابلية شديدة جدا ان هو ما يحصلوش النشاطات العصبية او النشاطات الكهربية الزيادة. المخ بيرتاح جدا في استهلاك الاجسام الكيتونية اكتر من استهلاكه للجلوكوز. الجلوكوز من الحاجات اللي كانت بتحفز النشاط الكهربائي الزايد، وبتحفز البؤر الصرعية، وكانت بتسبب الصرع والكلام ده. فابتدوا يعتمدوا علاج الغذائي لمرضى البؤر الصرعية، وللمرضى اللي عندهم مشاكل بتاعة الصرع والأمراض النفسية والكلام ده. ابتدى ان هو يخش حاجة اسمها العلاج بالغذاء. والعلاج بالغذاء ابتدى يبين قد ايه ان احنا ممكن عن طريق تعديلات غذائية بسيطة نقدر نتحكم في امراض كبيره، مش مجرد الصحه والتخسيس والدايت وبس، لكن بالعكس نتحكم في امراض كامله عن طريق العلاج الغذائي. دي نبذه صغيره عن تاريخ الكيتوجينيك دايت. ابتدى ينتشر الفتره اللي فاتت باسامي كتير جدا، من ضمنها دايت الكارتاج او الكارتاج دايت اللي هو الدايت التركي. هو نوع من انواع الموديفايد كيتوجينيك دايت. طبعا الكيتوجينيك دايت انواع كتير، من ضمنها البيور كيتوجينيك، من ضمنها الموديفايد كيتوجينيك، من ضمنها اللو كيتوجينيك.
خلاص اللو كيتوجينيك اللي هو اللي بيسموه اللو كارب دايت. يعني ايه لو كارب دايت؟ يعني بدل ال5% من السعرات باخدها من الكربوهيدرات، لا بنعليها سنه تبقى 10% او 15%. فده بيسموه لو كارب دايت. هو نفس فكره الكيتوجينيك، ولكن بتقدر تكمل عليه فتره اطول من الكيتوجينيك، لان هو بيديك براح او مساحه من من الالياف ومن الكربوهيدرات اللي ممكن نلعب فيها. وعن طريق اللعب ده نقدر نزود الياف، نقدر نزود حاجات، نزود سكريات مفيده نقدر نزود الفيتامينات اللي بتدوب في الميه اكتر، وهكذا. ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته قلناها في التاريخ بتاعه كويس جدا. مميزات الكيتوجينيك دايت ان هو مفيد جدا جدا لمرضى السكر، ولكن مع متابعة لصيقة من الدكتور. الحاجة التانية ان الكيتوجينيك دايت رائع جدا للكوجنيتيف فانكشن. يعني ايه الكوجنيتيف فانكشن؟ اي حد عايز يعلي القدرة العقلية بتاعته، الصفاء الذهني بتاعه، عايز يحسن من معروف ان هو يحسن من حدة التفكير ومن التركيز ومن الاداء العقلي، يبتدي ياكل نوع من انواع المضيفات كيتوجينيك دايت. اي عيان عنده بؤر كهربية زيادة في المخ، او عنده مشاكل صرعية، او عنده مشاكل كمان اكتشفوا ان في ناس اللي عندها المشاكل النفسية او الصراعات النفسية الذهنية والعقلية والكلام دوت، بيستفيدوا كتير جدا لو خدوا كيتوجينيك دايت. فدي مميزاته بسرعة. طبعا من اهم المميزات التانية ان هو لو اعتمدناه في نزول الوزن، بينزل الوزن بسرعة كبيرة جدا وبصورة ممتازة وفي وقت قليل. فاحنا كده كده اي دايت في الدنيا بيبقى عامل زي البطارية. انا ببتدي الدايت عندي بطاريتي عالية، عندي همتي عالية، شهر او 2 بالكتير بتبقى خلاص بطاريتي فضيت، مش قادر اكمل دايت او مش قادر اعمل دايت تاني. انا ببقى بحاول اخلص من الدايت ده باي شكل او باي طريقة. الكيتوجينيك دايت بيقدر يحقق لي الموضوع دوت عن طريق ان هو بينزلني في وزني بسرعة، وفي نفس الوقت بينزلني بدون اضرار جانبية شديدة. طبعا عشان اتجنب المشاكل بتاعته لازم طبعا ابقى تحت اشراف متخصص. طيب ايه الاضرار الجانبيه بتاعته وايه المشاكل اللي دايما بنقول بلاش كيتوجينيك على طول يا جماعه، الكيتوجينيك مش كويس على طول؟ اولا مشاكله بالنسبه لمرضى السكر ان هو ما ينفعش نهائي مريض سكر يعمله مع نفسه، ان هو ممكن يعني لان في خطوره على الحياه، انت ممكن تأذي نفسك او ممكن تموت نفسك وانت مش واخد بالك. لان في حاجه كده يعني عارفينها في مرضى السكر اسمها الدايابيتيك كيتو اسيدوزس. يعني ايه؟ يعني بيتفرز اجسام كيتونيه بسرعه عاليه قوي، اكتر يعني اكتر من النورمال. ده ممكن يوصلنا ان هو يؤدي لغيبوبة، او يؤدي ان احنا نخش في الرعاية لا قدر الله، او نخش في مشاكل صحية كبيرة جدا. دوت للمرضى يعني الناس اللي عندها سكر مزمن بقاله كتير قوي، اللي عندهم تايب 1 دول اكتر ناس، اللي عندهم تايب 2 بس طبعا قعد فترة كبيرة جدا عندهم، اللي عندهم مشكلة في افراز الانسولين، اللي عندهم انسولين قليل جدا في الدم، او انسولين لا يفرز اصلا في الدم. احنا الانسولين لازم يعلى بصورة معينة عشان ما يدخلناش في الدايابيتيك كيتوسيدوز. ومن هنا جت فكرة ال5%. انا ليه بقول طب انا ممكن ما اكلش سكر خالص نهائي؟ ما اكلتش سكر خالص هتخش في الدايابيتيك كيتوسيدوز. لازم الانسولين يعلى بصورة قليلة خلاص عشان يحمي الجسم من ان هو يخش في قصة الدايابيتيك كيتوسيدوز دي. فمن اضراره الجانبيه ان هو لازم يبقى تحت متابعه، ما ينفعش تعمله مع نفسك بالذات لو انت عندك مرض او انت عيان. الحاجه التانية ان انا ما ينفعش استمر عليه لفتره طويله، لان هو هيبتدي يدخل الجسم في مشاكل تانية. اولهم واهمهم هي مشاكل الكلى، لان هو بينزل الميه بصوره كبيره جدا من الجسم. دي حاجه ممتازه جدا على المدى القصير، على المدى البعيد دي مش حاجه كويسه، لان الكليه بتاعتك بتشتغل بالضغط. الكليه بتاعتك عامله زي الطرمبه، بتشتغل بالضغط بتاع الميه اللي في الدم. فكل ما يكون الميه اللي في الدم قليله، كل ما يكون الكليه متضرره وهي بتشتغل. زي الموتور بتاع الميه بالظبط اللي عندك في العماره، لما الموتور يكون فيه ميه كتير الموتور شغال يكون شغال كويس. لو الموتور شغال على الفاضي
الموتور ممكن يبوظ او يتحرق. هي نفس الفكره بالظبط. الكليه لازم يكون فيه كميه ميه في الدم، فعشان كده بننصح ان انت تشرب سوائل كتير جدا على قد ما تقدر. وما ينفعش تستمر على الكيتوجينيك دايت اكتر من 6 ل 12 اسبوع. 6 اسابيع هي الوقت المثالي بالنسبه للكيتوجينيك دايت، عشان انت عشان تخش في الديب كيتوزس عايز اسبوعين، وبعد كده تقعد في الديب كيتوزس 4 اسابيع. كده وقت ممتاز جدا عشان توصل للوزن اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت تتجنب الاثار الجانبيه بتاعته. من المشاكل التانية اللي بيعملها ان هو ممكن يسبب نقص كبير في الامتصاص، ونقص كبير في مغذيات معينة. يحصل حاجة اسمها مالنيوتريشن أو قلة تغذية في مغذيات معينة، اللي هي كلها الفيتامينات اللي بتمتص عن طريق المية. طبعا الفيتامينات اللي بتمتص عن طريق المية بتقل جدا. ده ممكن يسبب لنا طفح جلدي، ممكن يسبب مشاكل كتير. طبعا مش عايز اقول ان اخوف الناس واقول ان لا ده مش هيحصل خالص وكده، بالعكس ده دايت كويس جدا خلاص لو مشينا عليه مع حد فاهم، مع حد متخصص عشان يمشينا عليه صح. طيب دي الاثار الجانبيه بتاعته. نمشي عليه ازاي او نبتدي عليه ازاي؟ باختصار كده، انت اول اسبوع بتبتدي الدايت بتاعك، توقف السكر خالص، تبتدي تعمل البلان الجديدة بيبقى فيها 70 ل 75% دهون، 20% بروتين زي ما قلنا، و5% كاربس. الوجبات بتاعتك بتبقى مثلا، هنتكلم عن يوم من ايام الكيتوجينيك دايت خلاص. الفطار مثلا بتاعك بيبقى بيض مقلي خلاص، بيض مقلي بالزيت او بالسمنه. اي كميه في الاول تبقى كميات مش مهمه بالنسبه لنا، عشان احنا عايزين ندخلك في الكيتوزس. بعد كده ممكن نتكلم في الكميات او السعرات، الكلام ده هيفرق معانا بس على المدى البعيد مش المدى القصير. بيض مقلي باي كميه خلاص. لو عايز عليه جبنه شيدر يكون كويس، مش عايز يبقى هو بيض مقلي باي كميه وخلاص. ده فطار مثلا. ما بنحبش السناكس في الكيتوجينيك دايت، عشان احنا عايزين نقلل الانسولين على قد ما نقدر، لان تقليل الانسولين بيزود الحرق بتاعنا. عندك مثلا وجبة الغداء، هناكل طبعا لازم ناكل بروتين. يفضل طبعا البروتين الحيواني، لان البروتين الحيواني بيبقى فيه شوية دهون زيادة. يعني مثلا اللحمة بيبقى فيها دهون اكتر من الفراخ وكده. فمثلا لو هناكل فراخ يبقى ناكل الورك، عشان الورك بيبقى فيه دهون اكتر من الصدر. البروتين اللحوم ناكل مثلا موزة او حتة لحمة، يعني اللحوم اللي هي بيبقى فيها دهون. البيض ممتاز جدا، لان البيض فيه بروتين وفيه دهون الاتنين مع بعض، عشان كده بنحب البيض في الكيتوجينيك دايت. فنفترض مثلا الغدا، هناكل في الغدا مثلا لحمة حمراء معاها لحمة موزة مثلا، حجم كف الإيد بدون صوابع، معاها خضروات. الخضروات المسموح بيها في الكيتوجينيك دايت هي الخضروات الورقية كلها. كل الخضروات الورقية مسموح بيها. الفلفل الألوان والحاجات دي شغالة، مفيش مشكلة فيها. اللي ممنوع تماما في الكيتوجينيك دايت هي الخضروات العالية النشويات، زي البطاطس وزي البطاطا وزي الجزر. الحاجات دي ممنوعة تماما. فأكلي كله هيبقى عبارة عن خضار سوتيه تقريبا، أو خضار ستيمد، أو خضار هي دي اللي بتاخد منها 5% كربوهيدرات بتوعك، اللي هو الألياف ونسبة السكريات القليلة اللي موجودة في الخضار. كوسة مثلا سوتيه، بروكلي شغال، قرنبيط شغال، أكرة، بامية، كل ده شغال معانا كويس مع البروتين بتاعنا خلاص. دي مثلا مثال للغدا. الفاكهة المسموحة عندنا في الكيتوجينيك دايت الفراولة بأي كمية، البيريز، مش العنب، لا البيريز زي البلاك بيري والبلو بيري، حجم مثلا 50 أو 100 جرام ماكسيمم مع الوجبة الرئيسية. الافوكادو من الحاجات المسموح بيها تماما في الكيتوجينيك دايت. هناخد مثلا نص افوكادو مع الوجبه، لان الافوكادو طبعا فيه الياف طبيعيه، وده هيحسن في الشبع وكده. لو تاخد بالك ان الاكل اللي بنقوله حجمه مش كبير الى حد ما. طبعا مفيش مثلا رز، مفيش نشويات كبيره تشبعنا. هنتكلم في النقطه دي حالا. لو عايز سناك خلاص، انت جعان جدا ومش قادر، بالذات في الاول وانت عايز سناك ضروري جدا، السناك بتاعتنا هتبقى عبارة عن المكسرات خلاص، والماكسيمم بتاعنا من 50 ل 100 جرام. اللب السوري، او مثلا البيض المسلوق خلاص. كل دي سناكس مسموح بيها، مفيش مشكلة. نحاول نبعد تماما عن الديريز اللي هي الألبان،
الزبادي واللبن الرايب والحاجات دي، لأن الحاجات دي فيها سكر اللاكتوز، وسكر اللاكتوز ده هيخرجنا بره الدايت في ثانية. حتى لو هو قليل اللاكتوز البروتين بتاعها عالي لدرجة ان هو ممكن يحصل موضوع الجلوكونيوجينيسيس، انتاج السكر عن طريق البروتين، واحنا مش عايزين نزود البروتين عشان ما ننتجش سكر، فده يخرجنا بره الكيتوزيس. العشاء مثلا ممكن نفس الكلام اللي قلناه في الفطار، اللي هو بيض مقلي بأي كمية. مش خلاص زهقنا من البيض المقلي، ممكن ناخد طبق سلطة مثلا، بس طبعا ممنوع فيه القوطة وممنوع البصل خلاص والجزر والحاجات دي. هيبقى مثلا خيار وكوسة وبروكلي والكلام دوت، مع مثلا حتة سمك فيليه صغيرة، أو حتة زي ما قلنا تاني حتة لحمة صغيرة. الكلام ده هيكون كويس، هيكون كويس جدا معانا. ده زي مثال صغير للوجبة الكيتوجينيك في يوم مثلا. طبعا دي يعني وجبة اوت اوف ماي هيد كده. لو هنمسك نظام كامل هنمشي على الكيتوجينيك دايت، هنعمل طبعا تقييم للحالة، وبعد كده هنعمل نظام كامل اول اسبوع. ودي حاجه لازم اي حد بيمشي على الكيتوجينيك دايت يبقى عارفها كويس جدا. بيبقى فيه مشكلتين. المشكله الاولانيه هي حاجه اسمها الكيتو فلو. ايه الكيتو فلو؟ انت بيجيلك زي اعراض البرد بالظبط. انت بيجيلك تعب جامد جدا في الجسم، كأن عندك برد، تكسير في الجسم جامد وصداع وتعب وتهميد في الجسم جامد جدا. الكيتو فلو ده السبب الرئيسي بتاعه ان انت الاكل الكيتوجينيك او الاكل اللي دهونه عاليه زي ما قلنا بيسبب ان انت بتنزل ميه كتير جدا من الجسم، ومع الميه بينزل صوديوم وبوتاسيوم كتير، فبيبتدي يبقى ضغطك بينزل، ضغطك بيبقى واطي، بيبتدي يبقى عندك صداع جامد جدا في دماغك طول النهار، يبتدي يبقى عندك اعراض تكسير في الجسم واعراض وجع في الجسم وحاجه زي كده، لان انت طبعا بيبقى عندك شويه ديهايدريشن مع طبعا قله السكر او انسحاب السكر في الدم بالظبط. انت بتتعامل كانك مدمن. السكر ادماني جدا، فلما يبتدي ينسحب من الجسم يجيب لك اعراض زي اعراض الانسحاب بتاعه القهوه والكافيين بالظبط. القهوه والشاي والحاجات دي مسموح بيها تماما في الكيتوجينيك دايت، مفيش فيها مشكله، لان طبعا سعراتها زيرو. ممنوع تماما طبعا نحط سكر او عسل عليها او اي حاجه من الحاجات دي. البوليت بروف كوفي اللي هي انت بتحط مثلا على القهوه دهون زي مثلا زيت جوز الهند او الكلام ده. يعني انا ما بحبش الحاجات دي قوي، ولكن في دراسات بتقول ان هي مفيده وان هي كويسه وان هي بتزود دخولك في الكيتوزس، او بتزود دخولك في حاله انتاج الاجسام الكيتونيه. طيب نحارب الكيتوجينيك فلو ازاي، او الكيتو فلو ازاي؟ احسن طريقه تحارب بيها الكيتو فلو ان انت تشرب الكترولايتس. يعني ايه اشرب الكترولايتس؟ يعني هتشرب ميه عليها املاح. خلاص ببساطه شديده هتجيب ملح صوديوم وملح بوتاسيوم. خلاص ملح الصوديوم بيبقى صوديوم كلورايد، ملح البوتاسيوم بيبقى بوتاسيوم كلورايد. بتجيب زي مثلا ربع معلقة أو على طرف معلقة الشاي كده من ملح الصوديوم، وطرف معلقة الشاي من ملح البوتاسيوم، وتحط الاتنين. خلاص طرف معلقة من هنا طرف معلقة من هنا على لتر مية. خلاص وتشرب المية دي على مدار اليوم. ده يعوض لك الالكترولايتس اللي انت بتفقدها، ويحسن جدا في اعراض الكيتو فلو او اعراض انسحاب السكر اللي بتحصل لك دي. طبعا الالكترولايتس دي يفضل طبعا ان انت تعملها، لان هي هتفرق معاك جدا بالذات بسبب نزول الميه الجامد من الجسم، عشان ما تدخلكش في اعراض خفقان في القلب بعد كده او الكلام ده. المشكله دي كلها تبقى اول اسبوع بس، بعد اول اسبوع اول ما تخش في الديب كيتوزس جسمك بيتعود والموضوع ده بينتهي تماما. الحل التاني لو انت ما بتحبش ان انت بقى تجيب ملح وتحطه في ميه وتحس ان انت عايز ترجع والكلام ده، ان انت تاخد بون بروث. خلاص بون بروث او شوربه عظام. البون بروث عباره عن ايه؟ هي ببساطه منقوع عظام. شوربه انت زي ما بتعمل مثلا شوربه الفراخ وتشرب الشوربه، تبقى شوربه مليانه مغذيات ومليانه الكلام ده. البون بروث او شوربه العظام بيبقى فيها كل الالكترولايتس، كل الاملاح، بيبقى فيها املاح صوديوم، املاح بوتاسيوم، املاح مغنيسيوم، املاح فوسفات، بيبقى فيها حاجات ممتازه جدا، بيبقى فيها كولاجين، بيبقى فيها حاجات ممتازه جدا، وفي نفس الوقت بيبقى فيها زيرو سكريات. مش فيها سكريات تماما، مفيش فيها اي سعرات زياده تخرج بره الكيتوزس. بتتعمل ازاي؟ بتجيب عظم الفراخ او عظم
او العظم اللي هو اللحوم وكده، وتحطه في ميه وتعمله زي شوربه بالظبط. خلاص لو عندك اللي هي حله بخار او عندك اي حله مقفوله، حطه واعملها وسيبه مثلا من ساعه لساعتين. هتلاقي الشوربه دي ظهرت جدا. خلاص بيبقى فيها بس دهون كتير. خلاص دي حاجه طبيعيه فيها. حلها ايه؟ يا اما تشربها بيها، بس ده هيزود السعرات بتاعتك. لو انت مش عايز تشربها بيها، حطها في التلاجة لمدة 12 ساعة، خرجها من التلاجة